السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده فيديو حلو قوي. النهارده فيديو جيم بلاي، فيديو هيعرفك ازاي تطلع ملايين من اللعبه، ومن اكتر كونتنت الناس بتنساه، واكتر كونتنت بيطلع فيه فلوس، الكونتنت بتاع كله سواء بي في بي او بي في اي. ومن غير ما اطول عليك تعال اعرفك على الافرود وخلينا نبدا. Show me everything that you got today. Take me to another dimension. I'm so excited what you have to say. يا عزيزي عامل ايه؟ يا رب تكون كويس ورمضان كريم عليك، وان شاء الله يكون فتحة خير ليك وتخرج منه مرضي ومبسوط. وبما اني الحمد لله بالصدفه اكتشفت ان في ناس كتير قوي ما تعرفش قد ايه الافرود مهمه، وانها من اهم الكونتنت في اللعبه، قررت اعمل الفيديو ده. الفيديو ده هشرح فيه الافرود، ايه الكونتنت اللي ممكن تتعمل فيها سواء سولو او جروب. والفيديو ده مميز قوي عشان هو مليان جيم بلاي ليا تفهم منه كل حاجه. الفيديو ده هيكون مختلف قوي عشان هشرح فيه الكونتنت وانا بوريهولك، بعدها اقول لك ممكن يتعمل بكام واحد، وبيلد ايكوال تير كام، ولازم يسبيك ولا لا، وهل كان ورث ولا لا. ولو انا غلطت هقول لك انا غلطت في ايه، ولو اخدت قرار صح هقول لك انا اخدت القرار ده ليه. فالفيديو ده نقل خبره من الاخر. زائد عايز اعرفك ان في فيديو 20 دقيقه ان شاء الله هينزل على يوم الثلاث الجاي، وهيكون للناس الجديده. هيكون عباره عن خطه، عايزك تتاكد انك عامل لي اشتراك وتشوف كل الفيديوهات عشان تشوف كل جديد مني. وتعالى نبدا بشرح الافرود نفسها. الافرود هي جزء من وطن الافالونيان جاردز، دول حراس الافر. حسب قصه اللعبه كانوا بيحمونا زمان من الشياطين اللي في الكربتد والهيل جيت، وهم في الاساس كانوا بشر عاديين بس اتعلموا السحر على ايد العمالقه. وانا هنزل قريب فيديو هشرح فيه قصه اللعبه، وان شاء الله هيكون فيديو حلو قوي. المهم ان حراس الافا دول بعد كده افتكروا نفسهم الهه، استغفر الله العظيم، واحتلوا ودمروا كيرليون بالكامل. لو انتوا فاكرين من فيديو شرح المدن لما حكيت هناك عن ايفنت حطام كيرليون، لو عايز تشوفه روح شوف الفيديو ده. المهم انهم احتلوا بلاك زون كيرليون وعملوا مكانه الافرود. بعيدا عن قصه اللعبه، الافرود مهمه جدا ومش عشوائيه نهائي زي ما الناس فاكره، وانا جاي النهارده اعرفك ليه. ونبدا بشرح نظام بوابات الافا. انت دلوقتي يا عزيزي هتقف قدام بوابات الافا وتبص عليها، هتلاقي ان في 3 حلقات، كل حلقه فيها اشكال كتير ومختلفه. انا هعرفك كل شكل فيهم بيقول ايه وبيرمز لايه بالظبط. انت اول ما بتقف قدام البوابه الحلقات دي بتبطل تلف وبتديك رموز على الحلقات. نبدا بالحلقه اللي في النص عشان هي الاسهل، اللي بيكون عليها اشكال عمدان وطالع منها كور. عدد الكور دي بتشير لتير المابا، فلو هم 4 كور كده هي تير 4، ولو 5 كده هي تير 5، ولو 6 نفس الكلام، ولو 7 نفس الكلام بردك لحد 8. حلو كده، دي اسهل حاجه واكتر حاجه مطلوبه انك تركز عليها وانت داخل. نروح بقى لتاني حاجه وهي اكتر حاجه صعبه، واللي لو حفظتها الموضوع هيفرق معاك جدا عشان هيخليك تعرف تتحرك بالساهل، وهو انك تعرف المابا الجايه فيها ايه، وهل هي بلاك ولا ريد ولا يلو ولا مابا هيدوت ولا ايه بالظبط. واحد يقول لي جامد الكلام ده عم سكال، اعرفه ازاي؟ اقول لك يا قلب سكال، الحلقه اللي من بره خالص دي تقريبا اهم حلقه، فيها اشكال كتير، فهحط لك الشكل على الشاشه وهقول لك بيعمل ايه بالظبط. نبدا بالبلو زون، وبيكون شكله حلقه شبه الخاتم كده. وتاني حاجه هي اليلو زون، وبيكون حلقتين جوه بعض، وعايزك تركز في شكلهم قوي عشان هم شبه الريد زون اللي بيكون شكلهم نقطه كبيره وحواليها حلقه. ركز فيها كويس عشان ممكن تغلط فيهم. المهم كده مش فاضل غير البلاك زون، وبتكون عباره عن نقطه كبيره كده ولونها اسود. حلو كده، انت فهمت كل شكل بيودي على انهي تزوينه، بكون فهمت. المهم نروح بقى ونبدا بالافا جانكشن. انت طبعا اول ما سمعت العبط ده مخك عمل ايرور. المهم بص يا عزيزي، دي بيكون شكلها شبه البلس، والافا جانكشن بكل بساطه يعني الافا اللي انت هتدخلها وعليها العلامه دي مليانه تزوينات كتير جدا، فوق ال4 تزوينات، وعلى الاقل نصهم بيخرجوا على العالم من بره. وبرضك ده معناه ان التزوينه دي كبيره عشان الافا رود بتختلف احجامها من واحده لواحده، زائد ان معناها ان الافا دي فيها موارد وشيستات كتير. كل ده انا عرفته وانا لسه ما دخلتش، فهمت ليه دي مهمه. المهم نروح للي بعده، هي التايني افا او الكوريدور افا، الافا الصغيره، وبيكون شكلها كده مش عارف شبه ايه بالظبط، بس احفظه كده وخلاص. ده بيقول لك حاجتين بس، ان الافا دي صغيره جدا وما فيهاش حاجات كتير، وان كل اللي فيها وحوش تقتلها، وفي الغالب ما فيهاش موارد يعني خالص او موارد بسيطه. بص انت المهم احفظ شكلها عشان ما تضيعش وقتك وتخش في افا زي دي. ونروح لتالت واحده وهي شبه القنبله كده شويه، وهي الافا سينكري. ودي انك وصلت الافا ما فيهاش اي حاجه غير موارد، واكيد في ناس شافتها انك بتوصل الافا كلها جلد او كلها حديد وما فيهاش غير تزوينتين بس كل محتوى الافا ده بيكون كام بجلد او كام بحديد، بس في العموم هي كده كده بيكون قليله شويه، يعني نادرا انك تلاقيها، ومش هتفرق معاك غير لو انت جزره، ونادرا ما بتكون اعلى من تير 5 اساسا. المهم نروح بقى لاخر شكل، وهو شبه الطير اللي بنرسمه واحنا في تانية ابتدائي ده. ودي بكل بساطه بيعرفك ان دي مابة هيدوتات، وده اهم شكل تركز عليه. تقولي ليه يا سكال؟ اقول لك عشان في ناس بتقول ان مابة الهيدوتات بتكون مكونه من 3 كلمات بس. اقول لك لا مش شرط، فلازم تركز قبل ما تدخل عشان ممكن تدخل تلاقي نفسك في حضن 50 واحد. تركز على الشكل ده كويس قوي. المهم عايز انا كده فهمتك كل الاشكال، ومش فاضل غير حاجه بسيطه قوي قبل ما نخش بقى في شرح الجيم بلاي، وهو ان شكل الرود
الاصفر اللي بيكون في الافا بيكون على شكل اول حرف في اسمها. تقولي ده يفرق معايا في ايه يا عم سكال؟ اقول لك والله ما اعرف يا ابني، بس هي معلومه قريتها حبيت اقولها. بص المهم انا هعيد معاك الاشكال تاني على السريع عشان تبقى فاكر. الشكل ده اللي شبه البلس الافا جانكشن، يعني افا كبيره جدا ومليانه تزوينات وموارد وشيستات. الشكل ده اللي شبه كوز الذره التايني افا او الكوريدور افا، يعني افا صغيره وما فيهاش اي موارد وفيها كام جرين شيست كده بس. الشكل ده بقى اللي شبه القنبله السينكري افا، ده معناها انها افا مليانه موارد جاذبنج وفيها تزوينات يعني 2 3 مثلا. والشكل بقى اللي في الاخر ده اللي شبه الحمامه دي يعني مابت هيدوتات، وبتكون ملك الاينس او مجموعه جلدات كده قاعده جنب بعض. كده انت فهمت كل حاجه تقريبا في الاشكال، ما فضلش غير اخر حلقه من فوق خالص، ودي بتقول لك على حاجه مهمه. مش الافا اخرها يعدي منها 7، ولو هي جولد بيكونوا 20، ودي لو حد عدى منها بياخد تشارج. دي بقى بتقول لك الشحنه الجايه من التشارج في كام تشارج هتيجي. يعني مثلا الريشه دي كده بتقول لك ان الشحنه الجايه 2 بس تشارج هيجوا، كام الريشتين دول معناها ان 7 هيجوا، والمجموعه دي معناها ان في 20 شحنه هتيجي مره واحده، ودي بتكون في جولد افا بس. المهم يا عزيزي كده انت المفروض فهمت كل حاجه عن الافا. واحد يقول لي شاطر شاطر يا كينج، انت خليك عمال تيري وانا بكل بساطه هدخل الافا واعرف فيها ايه من جوه، انت خليك زي العبيط كده عمال تبص وتحلل من بره. هقول لك انك اول حاجه عزيزي لسانك طول عليا، والمره الجايه وتاني حاجه ان ممكن تكون الافا مقفوله تشارج وانت مش عارف تدخل تشوف فيها ايه، وممكن تكون في اكتر من واحده قدامك وانت مش عايز تضيع وقت، وممكن تكون ترانسبورتر وخايف تدخل افا مسدوده او بتاعت هيدوتات. في مليون سبب يخليك تبص، وده في الاول وفي الاخر السيفتي فيرست. المهم انا مش جاي اشرح لك ايه هي الافا رود، انا جاي اخليك تكسب منها واوريك الكونتنت اللي فيها. ونبدا بالشيستات. الافا رود فيها 3 انواع شيستات، جرين شيست، بلو شيست، جولد شيست. نبدا بالجولد شيست. الجولد بيكون فيه منه 3 مستويات، الجرين والبلو والبربل، كل مستوى فيهم بيحدد نسبه الفيم والسيلفر اللي هتاخده منه، وده طبعا جنب ليفل الشيست. يعني لو تير 4 غير تير 6 غير تير 8. بس مثلا الجرين هتاخد من كل موب من 5 ل 15000 فيم، والبوس هتاخد منه 300000 تقريبا. البلو هتاخد من كل موب من 20 ل 100000 فيم، والبوس هتاخد منه 600000 تقريبا. والبربل من 100 ل 180000، والبوس 800000 تقريبا. وتقريبا هنا قصدي بيها على التير، يعني لو تير 4 غير تير 6 غير تير 8، تير 8 هيديك فيم اكتر من 800 بحاجه بسيطه تقريبا مليون، ولو تير 6 هيديك ال 800، ولو تير 4 هيديك اقل بحاجه بسيطه. ونفس الكلام في السيلفر، يعني الجرين اقصى حاجه 750000 سيلفر، البلو 2 مليون او 3 مليون مثلا، البيربل من 9 وانت طالع. وطبعا الكلام ده كمان على الموبس اللي فيهم، فكل دنجن التير بتاعه بيحدد صعوبته وصعوبه الموبس اللي فيه، والاعداد المطلوبه عشان تعرف تاخد الجولد شيست من 5 ل 7، ولو انتوا 5 في اي بي 1300 يكون مناسب جدا، ولو انتوا 7 في 1200 ل 1250 هيكون كويس جدا برضه. زائد انك هتحتاج تانك بيلعب بالانكوبوس، وهيلر لابس في رجله رويال شوز، والباقي الدي بي اسات. الاسلحه الاحسن هي الكروسبو والبليزنج والشادو كولر، اي حاجه غير دول هتكون عبث وعبط. يلا حلو 10 مليون. يا عزيزي شفت الملايين اللي بتطلع منها، بس مش دايما ملايين، بس لو هتلعب 5 مثلا في اليوم هتخلصوا وانتوا كل واحد فيكم معاه 3 مليون، ده غير الفيم طبعا. ونروح لتاني نوع شيستات وهو البلو شيست، وده زي الجولد، في منه البيربل والبلو والجرين. مستوى صعوبه الموبس بحس مفيش فرق كبير بينهم، كلهم سهلين، فانتوا لو 4 أو 5 والبيلد بتاعكم ايكوال 1150 اي بي تعرفوا تاخدوا ايا يكن هو انهي تير. والفيم فيه بيبدا من 5000 على الموب، والبوس بيكون 150،
البلو 8000 على الموب، والبص 200000 تقريبا او يمكن اعلى حاجه بسيطه. وفي الاخر البيربل بيكون من 9000 ل 12000 على الموب، و350000 ل 380000 على البص. بالنسبه للسيرفر بقى فهو مش احسن حاجه، عشان هتاخد من البيربل 2 مليون يوم ما يكون ربنا راضي عليك، والبلو اقل من مليون او مليون وشويه كده يعني اقصى حاجه، والجرين 500000 مثلا 700. ب 120 كنت ما بلاش. بسم الله. حلو على فكره. المهم يا عزيزي كده مش فاضل غير اخر حاجه وهي الجرين، ففكرك انك تعمل لحبيبك سكال لايك وكومنت حلو زيك كده، وما تنساش الاشتراك عشان تساعدنا اكبر قناتي، وعايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونروح للجرين. الجرين ده انا حبيت اسيبه للاخر عشان افهمه للناس الجداد ان ده مناسب قوي ليك في اول طلعاتك في الافرود او في البلاك زون عموما، عشان بيجيب فيم حلو قوي، بس الفلوس فيه مش احسن حاجه، ما عدا لو كان بيربل فيطلع لك فيه 500000 تقريبا، والجرين والبلو هيطلع لك فيه من 50 ل 400000. بس بالنسبه للفيم فالفيم حلو جدا فيه ومنه هتفيم جامد، بس اهم حاجه ما تبعدش عن الماونت بتاعك، وتجيب بيلد تعرف تهيل منها زي الهيليون والميرسينري. ولو طالع مع صاحبك فاحسن حاجه انك تطلع هيلر وباتل اكس او هيلر وريلم بريكر او ريلم بريكر او سكيبر، الحاجات اللي تعرف تهيل من البيلد بتاعتها وتساعد صاحبك وتطلع دامج عالي. ولو عرفت تعمل بيلد رخيصه هنزل لك فيديو تاني جيم بلاي برضك، وانا لما بكون طالع طلعات الجرين دي بكون طالع بلعب بالباتل اكس، ولو واحد صاحبي معايا بخليه يلعب بالناتشر ستاف عشان خاطر يقدر يهيلني وفي نفس الوقت يطلع دامج. وايكوال البلدات تقريبا بيكون 7. ايه ده انت طلعت لك كل اللوت. نايس. المهم يا عزيزي يا رب يكون نوع الفيديوهات ده عجبك، وان شاء الله لو عجبك هحاول استمر عليه. وعايز اعرفك ان لسه في البي في بي والجاذرينج، بس هنزل اليوم شرح عملي برضك قريب قوي. المهم يا رب يكون الفيديو عجبك يا عزيزي، وعايزك تعرفني رايك في الكومنتات، وما تنساش الاشتراك واللايك. والله عزيزي الى اللقاء.